ينفع مستشار عادل الشرباجي يطلع يقول لك العقوبه تتوقف، مش هينفع، هيبقى المنظر العام سيء. فايه الحل؟ فنلجأ، يبقى كان الحل بالاتفاق مع احد المستشارين، يعني مش عايز اتكلم واقول مين، راح النادي الاهلي راح قدم يعني القصه دي كانت يوم ايه؟ يوم الحد. يوم الحد ورق القضيه جه المستشار عادل الشرباجي يوم الاثنين، وقبل ما يجي له الورق كان اجتمع، والورق جاله وهو مجتمع. الورق هاتوا لي الورق بتاع القضيه. فاتخذ المستشار عادل الشرباجي قرار كارثي بالنسبه للكره المصريه والاتحاد الكوره ولجنه الاستئناف والانضباط والنادي الاهلي، وقال لك ايه؟ مش هقدر اخد قرار طالما في منتظر حكم المحكمه. منتظر حكم المحكمه. طبعا كل ده عشان كهربا يلعب. الغريبه بقى والعجيبه، وعشان تعرفوا ان ساعات لما بيكون في اتفاق كده، ومهما كان الشخص ذكي ومتمرس بذكائه، لازم تلاقي في حاجه كده ايه اتفوتت. فهنا لجنه الانضباط خدت قرار ضد كهربا بالايقاف، وخدت قرار ضد المستشار مرتضى بالايقاف شهرين وغرامه 300,000 جنيه. طب انا كلجنه الاستئناف بجتمع، انا كنادي الزمالك استأنفت على القرار بتاع ايقاف المستشار مرتضى رئيس نادي الزمالك. تمام؟ بص سيبكم ارجعوا لي بس عشان اشرح للناس ايه اللي بيحصل وايه اللي حصل. فالطبيعي المستشار عادل الشرباجي يجتمع، احنا بكلمكم بقى قانون وبكلمكم بقى يعني ما بحبش انا ايه اللف ودوران. فالمفروض اما يجتمع هيجي مثلا النادي الاهلي قدم قضيه في محاكم مدنيه، ويعلم المستشار عادل الشرباجي ان ده غير قانوني. يعلم، ده راجل بقاله اكتر من 20 سنه في الاتحاد، فعارف ان اللجوء للمحاكم المدنيه غلط، وغلط على النادي وغلط على الاتحاد وغلط عليه نفسه. لكن هو شايف ان هو لو يعني اتخذ هذا القرار ده في مصلحته، يبقى في منصبه. رغم ان انا قلت مره تانية ان هو عنده مكتب محاماه، ومكتب المحاماه ده يمنعه قانونيا ان هو يكون موجود في لجنه، ان هو يكون موجود في يترأس لجنه، لان مكتب المحاماه ده ممكن يكون تضارب مصالح. تمام؟ سيبكم من القصه دي ونرجع تاني. هنا السؤال، ليه في الاجتماع بتاع المستشار عادل الشرباجي ما خدش قرار ضد المستشار مرتضى منصور؟ يعني كان ممكن يقول ايه؟ انا مستأنف على القرار وكهربا مستأنف. طب انا ما رحتش محاكم مدنيه واستأنفت على القرار. طب وانت في الاجتماع ناقش قضيه المستشار مرتضى منصور، قول مثلا بدل ما يتم ايقافه شهرين هيتم ايقافه شهر، بدل ما ياخد 300,000 جنيه هياخد 200,000 جنيه، او تؤكد العقوبه تقول لا، هو المستشار رئيس نادي الزمالك زي ما هو وزي ما لجنه الانضباط هياخد شهرين ايقاف عن التواجد في الملاعب و300,000 جنيه عقوبه. لكن عشان تعرف ان تحت الموضوع ان راح مطلع بيان بكهربا بس، مع ان لجنه الانضباط اتخذت عده قرارات منها ايقاف كهربا. فالطبيعي ومنطقي اما انا اجتمع كلجنه استئناف بناقش كل القرارات بتاعه لجنه الانضباط، اقول مثلا في موضوع كهربا هنوقف عشان في محكمه مدنيه، رغم ان ده معروف ان خطأ، وخطأ كارثي ارتكبه المستشار عادل الشرباجي قانونيا، وده هيحمل الاتحاد بلاوي. خلاص؟ طب ويجي بقى عند المستشار يروح مطلع قرار، لا ده هم اجتمعوا وما جابوش سيره اي قرارات تانية اتخذت من قبل لجنه الانضباط، وما اتكلموش غير في قضيه كهربا. ده يدل ان في حاجه غريبه. ازاي ما تناقشش بقيه العقوبات اللي اقرتها لجنه الانضباط؟ تمام؟ طيب نرجع تاني. اللي حصل بعد كده ان كهربا لعب، والنادي الاهلي طعن زي ما انتم عارفين،
طيب نروح بقى بعد اللي حصل ده. كان بتاريخ كام ده يا جماعه؟ بيان من اللجنه القانونيه بوزاره الشباب والرياضه. انا بقول لكم الاحداث ورا بعض، ايه اللي حصل ورا بعض. لجنه الشباب والرياضه راحت مطلعه بيان بعديها على طول وقالت: ومن هنا نؤكد. الغريبه بقى ان اعتقد ده كان بعد ماتش السوبر، صح؟ يعني الغريبه ان البيان من اللجنه القانونيه مش عارف بعد ماتش السوبر بقى ولا قبل الاجتماع ولا مش فاكر. المهم يعني طلعت بيان قالت فيه ان تعيين لجنه الانضباط من الساده الاجلاء المستشارين والقضاء مطابقا لصحيح حكم الواقع والقانون، وذلك في ضوء قيام الاتحاد المصري باستخدام السلطه المخوله له في اللائحه، وذلك بما يتعلق بتشكيل لجنه الانضباط الى حين انعقاد الجمعيه العموميه. وفي هذا المقام تقدر الاشاره انه سبق وان قام الاتحاد المصري بمخاطبه الاتحاد الدولي ردا على هذا الاجراء، حيث اجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالا للشك حول صحه هذا الاجراء. يعني ده قبل السوبر يا جماعه، قبل السوبر بيومين. السوبر كان يوم جمعه، البيان ده طلع يوم الاربع. يعني الاتحاد الكوره بقى ولجنه الاستئناف بقى جالها جواب اهو رسمي وبيان رسمي من وزاره الشباب والرياضه ان وجود لجنه الانضباط قانوني. برضه ما حدش يتكلم. يمكن النادي الاهلي بعد البيان ده قال لك صدق انا غلطان. طب كان المفروض بقى بعد البيان ده يطلع يوم الاربع خميس مثلا، يعني ينسحب من القضيه قبل السوبر. طب بعد السوبر بيوم. طب ايه اللي خلى النادي الاهلي النهارده يقول هذا الكلام؟ خدوا بالكم، اللي النادي الاهلي بيقوله ده حبر على ورق، لان في القضيه يوم الحد اللي جاي، ولازم النادي الاهلي يروح بنفسه والمستشار القانوني محمد عثمان او من يوكله النادي الاهلي يروح بنفسه يتنازل عن الخصومه وعن القضيه يوم الحد اللي جاي. لازم الاهلي يروح بنفسه. فكل ده كلام على الورق، كلام اعلام. لازم يوم الحد يروح بنفسه لان هو مقدم القضيه اللي هي يوم 28. طيب هل التنازل عن القضيه ايه اللي خلى النادي الاهلي فجاه يعمل كده يا جماعه؟ تعالوا اوريكم بقى الانفراد. نادي الاهلي واللي بيسمعوني من النادي الاهلي سلموا لي على جيروم. عارفين جيروم في الاتحاد الدولي ولا مش عارفينه؟ انتوا عارفين ان في مكتب للاتحاد الدولي هنا في مصر في الزمالك؟ عارفين ان في مسؤول كبير قوي بلغ النادي الاهلي ان لازم يصحح اوضاعه بسرعه؟ صديق الصدوق لمجلس اداره الاهلي، اكيد عارفينه. واللي وصل الكلام ده للاتحاد الدولي عن طريق جيروم ده، والجيروم ده قال ان ده خطأ فادح وخطأ قانوني فادح لجوء نادي للمحاكم المدنية. طيب النادي الاهلي من اسبوع عمل ايه بقى؟ حطوا لي الجواب كده. وده الانفراد، الكرة والملاعب بتكشف بالمستندات. شوفوا يا جماعة الانفراد ده. السيد الاستاذ، بصوا بقى، النادي الاهلي بعت عن طريق الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. قال لك ايه الكلام ده؟ يوم 15/5. النهارده كام يا جماعه؟ 23. يعني يوم مش الاثنين اللي فات ده، اللي قبليه، تمام؟ من 8 ايام. قال لك ايه؟ السيد الاستاذ رئيس مجلس اداره مركز التسويه والتحكيم الرياضي، تحيه تقدير واحترام. بمناسبه ولا مش الدعوه رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري والمقامة من النادي الأهلي ضد السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة بصفتي وآخرين بتاريخ 30/4/2023 بشأن إبطال قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق الحالية بالمخالفة للوائح النظام الأساسي للاتحاد. لذلك يرجى الإفادة عما إذا كان مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري منتظم لم يتوقف عن العمل أم متوقف منتظم أم متوقف عن العمل بتاريخ 30/4/2023 تاريخ رفع الدعوة من عدمه، وفي الحالة الثانية تاريخ وسبب التوقف، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. طب ايه الجواب الغريب ده؟ مين اللي قال
للنادي الاهلي مثلا، هل رئيس اللجنه الاولمبيه استاذ هشام حطب، ولا الدكتور حسن مصطفى مثلا رئيس الاتحاد الدولي اللي قال له ابعتوا جواب عشان مركز التسويه يرد عليكم؟ طيب اللي حصل ايه؟ ان مركز التسويه ليه النادي الاهلي بعت جواب لمركز التسويه بعد ما تقدم للمحاكم المدنيه؟ النادي الاهلي قال لك ابعت لمركز التسويه جواب عشان يبعت لي جواب رسمي، فانا لو جه حد قال لي انت رحت للمحاكم المدنيه ليه؟ اقول لهم اصل انا مركز التسويه موقوف، فانا ما عرفتش اعمل ايه فرحت للمحكمه المدنيه. فالنادي الاهلي لو هو من اسبوع في دماغه القضيه تنتهي كان اتقدم من اسبوع، لكن مركز التسويه ما بعتلوش جواب عشان يكون معاه مستند رسمي. والنادي الاهلي فاكر ان ما يكون معاه مستند رسمي ان مركز التسويه متوقف فكده يحق ليه نروح للمحاكم المدنيه، وده غلط، وده قانونا غلط. تمام. نمره 2 بقى والاهم، ان النادي الاهلي نفسه كان رافع قضيه ضد عبد الله السعيد في مركز التسويه والتحكيم، ومركز التسويه والتحكيم كسبوا القضيه، وعبد الله راح للاتحاد الدولي ولجنه الانضباط ومحكمه الكاس اللي اعلنت وغرمت النادي الاهلي، واعلنت ان النادي الاهلي مش من حقه يحجز على فلوس عبد الله السعيد، وقالت ان المركز التسويه والتحكيم ده غير معترف بيه، واساسا الدستوريه العليا مش معترفه بيه. وبالتالي النادي الاهلي عارف كل ده، والمستشارين القانونيين بتوعه عارفين كل ده. وبالتالي ايه اللي يخلي النادي الاهلي يودي جواب لمركز التسويه عشان ياخد رد رسمي منها؟ نمره 2 والاهم، ان النادي الاهلي بانسحابه من القضيه بيدين نفسه، وبيدين اتحاد الكوره، وبيدين وزاره الشباب، وبيدين لجنه الاستئناف، وبيدين المنظومه الكرويه في مصر. لان انت كده اللي كان بيتريق على الكابتن جمال عبد الحميد وكان بيتريق على المستشار مرتضى منصور ويقول لك عليه حنفي، هترجع في كلامك. اهو نادي الزمالك ما لعبش السوبر والاهلي انسحب من القضيه. مين اللي حنفي؟ طيب لو انت عندك ثقه في قراراتك وثقه في توجهك للقضاء المدني، بتنسحب ليه دلوقتي؟ بتنهي الخصومه ليه وانت اساسا كمان انهيتها في بيان، وانت لسه اساسا لو عايز تنهيها هتروح يوم الاحد تنهيها. مفيش حاجه واحد بينهي كده في ورق كده وكلام على الهوا كده. لما بتيجي تنهي قضيه بتروح للمحكمه وقت انعقادها وبتقول ان انا خلاص انهيت الخصومه والطعن على لجنه الانضباط. وبالتالي كل ده كوموفلاش يا جماعه وبقى مفهوم. يعني كل ده تخوف من لجوء الزمالك للفيفا، ومعرفه بان كل ما حدث هو خطأ، ومعرفه ان كل الاتفاقات اللي حصلت عشان كهربا يلعب السوبر فخلاص انتهى موضوع السوبر. وتعالى كمان ازيدكم من البيت شعر. النادي الاهلي لعب النهارده 3 صح؟ ومفروض هيلعب النادي الاهلي يوم 26 و29 على ما اعتقد، صح كده يا جماعه؟ عنده ماتش مع الجيش ولا ايه؟ ماتش مع سيراميكا وبعد كده الجيش، حاجه كده يعني. تمام؟ طيب يوم الاحد اللي جاي هيبقى يوم ايه؟ يوم الاحد اللي جاي يوم ايه يا جماعه؟ يوم 28. الحد اللي جاي يوم 28. طيب يعني كهربا يلعب النهارده، يلعب يوم 7 يلعب 23، يلعب يوم 26 امام سيراميكا. يوم الحد القضيه خلاص كانها لم تكن. فيجي بقى المستشار عادل الشرباجي يجتمع بقى يوم الثلاث، فكهربا يلعب يوم ايه؟ يوم الاثنين. فيجي كهربا يلعب كل الماتشات لغايه التوقف الدولي ولغايه ماتشين افريقيا اللي هيلعبهم النادي الاهلي. فيجي بقى يوم 10/6 لازم كهربا يدفع الفلوس، ولو ما دفعش الفلوس هيتوقف 6 شهور. فالاتحاد اتفاق عالمي اتحاد الكرة ولجنة الاستئناف
اتفاق عالمي بمعنى كلمه عالمي، يبقى انا كده اطلع بقى ايقاف. وهنا اقول لكم اهو، هناك اتفاق بين النادي الاهلي كما قاله الصحفيين بعض الصحفيين، وهناك اتفاق على تخفيض عقوبة كهرباء ل6 ماتشات. ويعتقد البعض ان اذا تم ايقاف كهرباء 6 شهور فتعتبر عقوبة كهرباء المحلية من قبل لجنة الانضباط وكأنها عقوبة مرتبطة بالاتحاد الدولي والكاس والفلوس اللي لازم يدفعها للزمالك. وانا بقول لكم اهو قولا واحدا، انا العقوبات الانضباطية لابد ان كهرباء ينفذها، ملوش علاقة بالعقوبة التانية. العقوبة التانية دي اللي هي 6 شهور دي مرتبطة بحدث، ما ينفعش اعمل 3 عقوبات وادخلهم في بعض. اذا كان كده كده هبقى موقوف لو ما دفعتش الفلوس، لكن لو دفع الفلوس كهرباء وتم استمراره في الملاعب هيتم ايقافه 6 ماتشات. لكن لو لم يدفع، عقوبة الانضباط بالنسبة للدوري المحلي ملهاش علاقة بالعقوبة من قبل الكاس اللي مرتبطة بهروبه من نادي الزمالك ودفعه للأموال. مجرد بس معلومة عشان تبقى انتوا عارفينها. لكن شوفوا انا بقول لكم اهو الاتفاقات 6 ماتشات، يلعب كل الماتشات، هنسحب البتاع يوم ال 28 القضية، الاهلي يوم 29 يلعب، الاجتماع يبقى يوم بعديها بيوم او يوم الاثنين بالليل او اي حاجه، يعني فاهم قصدي؟ ولو اجتمعوا الاثنين هنودي الجواب للاهلي يوم الثلاث بايقاف كهرباء، يكون خلاص الماتشات الرسميه المحليه خلصت، فيلعب بقى قدام الوداد رايح جاي، وبعد كده بقى نشوف هيدفع الفلوس ولا مش هيدفع، وبعد كده ايه كده كده يتوقف 6 بدل ايه 12. بصوا يا جماعه، اللي كان بيتريق على الكابتن جمال عبد الحميد ان الزمالك خد كاس الكرامه، وكان بيتريق على المستشار مرتضى منصور حنفي وهيرجع في كلامه، اعتقد الحمد لله انا ببقى سعيد ان انا باجي ادافع عن قضيه، بدافع عن حق، بدافع عن عدل، بدافع عن بص، انا ببصش تحت رجليا. الايام كل ما تمشي بتثبت مين اللي بيدلس، مين اللي بيغير، مين اللي بيعمل غاية عشان تبرر الوسيلة، مين اللي بيبان على حقيقته بعديها، مين اللي بيعمل حاجة ويرجع فيها لمصلحة ما، لظروف معينة، لانتصار وهمي. لكن انا ما ببصش تحت رجلي. الايام قادمة وربنا هو العدل، ربنا هو الحق، ربنا هو اللي بينتقم من اي واحد لا يضع ميزان العدل بين الجميع. وافتكروا كلامي، وهعد لكم المقطع ده قريب جدا. والايام جايه، و10/6 او 11/6 الفتره الاخيره الكهرباء جايه، تمام؟ والقضيه جايه، والمستشار عادل الشربجي هيجتمع وهيحط العقوبه، والايام جايه. وكل كلمه الحمد لله الواحد بيقولها هنا بتظهر ان احنا بنتكلم بالمنطق وبالعقل وبحق ربنا، وان احنا مش مدلسين، ومش احنا مش بندافع عن باطل، وان احنا مش عايزين غير حقنا فقط، وان احنا مش حنفي.